الرحمة وقت اليأس، وقت التحديات اللي أكبر من طاقتنا وتصيبنا بشلل، ما نعرف شو نسوي، ما نعرف إلما نروح، ما نعرف إيش راح يكون تصرفنا ولا رد فعلنا، وتسمع سؤال: أتريد أن تبرأ؟ أشوفكم بعد الفاصل. أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم. لقاءنا المتجدد كل أسبوع، دقائق روحية وكلام من الكتاب المقدس للقلب. واليوم بنعمة الرب نتكلم بأكبر تحديات اللي تواجهنا في حياتنا اليومية مهما كانت الصعاب ومهما كانت التحديات اللي تواجهها بحياتك. اليوم عندنا حكاية عن كيف نقدر نتجاوز هالتحديات رغم انها تصيبنا بشلل بالتفكير، شلل بالتصرف، شلل بأي شيء من حياتنا اللي نبقى قاعدين بمكاننا ما نعرف شو نسوي. التحديات اللي قدامنا كثيرة وصعوبات الحياة كل يوم تزيد، واليوم احنا نعيش في أصعب الأوقات اللي يمر عليها بالتاريخ البشرية وأظلم وقت، وكل إنسان دا يصرخ من داخله يريد يطلع من حالة اليأس، من حالة الفراغ اللي هو دا يعيشه. وكثير من الأمور اللي دا تصير بأمور الحياة اليومية تتغير بسرعة، تتغير بنحو أسوأ، بنحو مخيف، بنحو مرعب. حتى الإنسان صار يقول البارحة أحسن من اليوم، واليوم أحسن من باكر، لأنه باكر ما نعرف إيش راح يصير بحياتنا. واليوم أريد نتشارك بكلمة من الكتاب المقدس نتعزى بها ونفهم رسالة رب لنا في هذا اللقاء من قراءة رائعة جدا من إنجيل يوحنا الإصحاح 5. تعالوا نقرأ مع بعض عن قصة إنسان عاش اليأس وعاش الإحباط والكآبة والحزن والمرض لمدة 38 سنة. تعالوا خلينا نقرأ من الكتاب المقدس. أقرأ على مسامعكم من إنجيل يوحنا. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الظان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضجعا جمهور كثير من المرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاك كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ فأجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان أن يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما آتي ينزل قدامي آخر. فقال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. القصة معروفة للكل، والقصة نعرفها معرفة حقيقية. مرات كثيرة ما نعرف نتأمل ونطلع بفائدة روحية من هالقصة. إنسان عاجز على أن يخلص نفسه، عاجز على أن يشفي نفسه، عاجز على أن يعمل أي شيء، يفكر في تفكيره في إنسان ثاني أنه يقدر ينقذه من المرض اللي هو فيه. ومرضه كان لمدة 38 سنة. فافتراضية بسيطة جدا، لو كان هذا الشخص عمره 20 سنة، في الوقت اللي صارت القصة كان عمره يمكن قريب 60 سنة. فأنتوا تخيلوا إنسان بهذا العمر كيف يكون عاجز ومشلول على أنه يشفي نفسه أو على أنه يعمل شيء لنفسه. فكان جاي على بركة حسدة اللي معناها بيت الرحمة، وكان بيت الرحمة هذه بيت حسدة بركة يفور فيها الماء، وكان الناس تجي من كل الصوب اللي كان بها المرض ويقولوا أنه ملاك يحرك الماء، وأي واحد ينزل أول واحد راح يشفى. فإن الله ما ترك شعبه حتى يتركهم بدون شفاء أو بدون رحمة، لكن في نفس الوقت الناس اللي كانوا موجودين
كانوا كثار جدا إلى درجة أنه كان صاير ازدحام، بحيث هذا الإنسان ما كان يقدر يشوف طريقة إلى الشفاء. فلو فكرنا اليأس اللي كان هو فيه أول 2 أول 5 سنين، أول 10 سنين، أول 20 سنة، أول 38 سنة من حياته هو في نفس المكان وينتظر رحمة من إنسان لما يتحرك الماء يشيله ويرميه في البركة. وقصتنا اليوم إجت في الوقت اللي كان رب يسوع يتمشى وشاف هذا المريض. شوف الكلمة الواضحة لنا: ورآه يسوع. إجا مباشرة إليه. في كل عادة يمكن هذا الإنسان كان متعود على ناس فضوليين يجون يسمعون قصته وينقهرون عليه، مثل ما احنا اليوم نعبر بتعابير اجتماعية: مسكين، خطية، ما عنده حول ولا قوة، أمور مثل هذه. يمكن كان شاف أنه يسوع واحد من الفضوليين اللي جاده يشوف قضيته، فسأل المسيح: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ما كان هو متوقع سؤال: أنت شبيك؟ صار لك شقيب وليش ما تقدر؟ لكن المسيح مباشرة يجي: أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ هذا سؤال إلى عمق كبير جدا، إلى درجة خلت هذا الإنسان يتكلم عن حياته بكل تفاصيلها. ومن كلام هذا الإنسان نشوف أن جوابه كان فيه نوع من اليأس اللي ملأ حياته، وكان جوابه وكل أنظاره متجهة: ليس لي إنسان. أخوي وأختي، هذا تصرفنا إحنا اليوم لما نكون في ضيقة، لما نكون في يأس، لما نكون محتاجين إلى رحمة. يتبادر إلى أذهاننا: من هو الشخص اللي راح يجي إلى حياتي حتى يساعدني وينتشلني من حالة الضياع اللي أنا بيها؟ مثل هذا المقعد اللي صار له 38 سنة وتفكيره محصور: من هو الشخص اللي راح يجي يرحمه وياخذه ويرميه في البركة في الوقت اللي راح يتحرك به الماء. لكن مع يسوع المسيح الأمور تختلف جدا. والسؤال: أتريد أن تبرأ؟ حتى يصنع من هذا الإنسان بإرادته أنه يطلب الشفاء. ما يقبل المسيح يفرض شفاء على إنسان إلا إذا هو طلب من عنده. ولما طلب هذا الإنسان أنه يشفى، كلمات بسيطة قالها المسيح له، مو أنه شاله ورماه في البركة، لكن قال له: قم وأحمل سريرك وامشي. امشي لأن الشفاء تم فيك. امشي لأنه صار جسمك صحيح. قوة أسرت فيك، قوة الأمل والرجاء اللي دخلت فيك. مكانك مو وسط المرضى، مكانك مكان ثاني. قم وامشي، احمل اللي عندك وامشي. يمكن الظروف ما تتغير في حياتنا اليومية، لكن نتذكر أنه الرب يسوع المسيح هو فوق كل الظروف، وقادر بكلمة واحدة من عنده أنه يجعل لحياتنا معنى ورجاء اللي نعيش من أجله. والسؤال والرسالة لنا في هذا اللقاء سؤال: أتريد أن تخلص؟ أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن ترتاح؟ اسمع كلام الرب يسوع لك: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. اطلب وصلي وارفع قلبك وقول للرب: أنا إنسان عاجز، أنا إنسان مشلول، حياتي كلها كآبة، حياتي كلها حزن، حياتي كلها عجز، في عجز متى أقدر أسوي شيء لحياتي. يا رب أفتح قلبي، أفتح حياتي حتى ما تنور أنت فيها، تدخل إلى قلبي وتمنحني الحياة الأبدية، وتمنحني الحياة اللي أرتاح فيها في أحضانك حتى لو كانت الظروف صعبة. هذا الإنسان كان مشلول وأنا مشلول مثله، محتاج أنك أنت تقول لي كلمة أسمعها منك: قم واحمل سريرك وامشي. خليني أمشي في برية الحياة وأنا في رجاءك وفي كلامك المقدس اللي أحيا به. شكرا يا رب يسوع لأنك أنت تسمع لصلاتي. آمين. أكيد مراحم الرب ما تنتهي، أكيد نعم الرب كل يوم تزيد، لو بس نعرف كيف نسمع صوته ونتقرب إليه. وتذكر هذا الكلام: أتريد أن تبرأ؟ لقاءنا انتهى، لكن نعم الرب ما لها حدود ولا لها نهاية. لقاءنا يتجدد بالأسبوع القادم برسالة جديدة من إلهنا لحياتنا. نلقاكم بنعمة الرب. آمين.